فندم انا تاريخي موجود وابن النادي وبخاف على النادي وبعمل كل حاجه. بس انا دلوقتي يعني تاريخك في القناه لا تمت للزمالك بصله، ماشي اوكي. كلنا هنمشي ونسيب الدنيا تغرق اكتر؟ مش لازم على الاقل نبقى موجودين نحمي الدنيا شويه الى حد ما؟ دي حاجه. الحاجه التانيه اللي انا بقدر اعمله بعمله. انا مثلا برنامج اللي هو الرئيسي في القناه انا اعتذرت عنه بقالي شهرين ما بيطلعش، مش عاجبني الوضع. ده اللي اقدر اعمله واعتذرت عنه. وطلب بينا نطلع الاسبوع ده كله لان الكباتن مسافرين، البهوات مسافرين. انا ما رفضت ان انا اطلع لاني مش راضي عن حاجات كتيره جدا بتحصل. يعني ده اللي في ايدي، بس مش اكتر. لكن كلنا هننط من المركب ونسيب الدنيا؟ ما ينفعش. وبعدين الناس بيقول لك فين ولاد النادي، وبعدين تقول له لا ما امشوا، ما تقعدوش. طب يعني ازاي؟ ما يعني نعمل دي ولا نعمل دي؟ واحدة واحدة يا جماعة، ربنا يسهل إن شاء الله، والخير قادم إن شاء الله، والدنيا حلوة تتظبط بإذن الله. ربنا يسهل إن شاء الله، وده قدرنا يعني. يا جماعة الحلول مش في إيدينا، مش إحنا اللي سيئين يا جماعة، في ناس سيئة. الحلول مش في إيدينا، ما بيستعينوش بأي حد مننا. اوعى تصدقوا الكلام اللي بيتقال ده. إحنا ما حدش لينا لما بنقول رأينا ما بتاخدش بيه. ولما بيعملوا اي حاجه مفيش، هم اللي بيعملوا كل حاجه في النادي، مفيش حد بيعمل اي حاجه يا جماعه داخل النادي يا جماعه. عشان بس ايه الناس بتقول فين ولاد النادي وفين ولاد مش عارف مين، محدش بيستعين بحد داخل النادي، عشان تبقوا عارفين، ولا حد له رأي. يعني قصة مختلفة تماما عما بيتقال، وقصة مختلفة تماما عن اي نادي اخر.